انتوا فاكرين انكم مش هتشوفوني تاني؟ لا انا صحيت. كل اللي انا عايز اقوله ان فيديو النهارده عشوائي فشخ، وزي ما انتم شايفين في العنوان كده هنشوف سبب اعتزال سوزي، لان سوزي خلاص يا جدعان ناوت تفرحنا وهتتجوز. خمن مين؟ ما تقراش العنوان، ما تقراش العنوان، وعد. خمن مين بقى؟ مين؟ مونلي؟ عرفت منين؟ يا ابن الجنيه، ده انت بتكشف الطالع يالا، ده انت ساحر بقى. لا انت تيجي تشتغل معايا يو. فمش هطول عليك عزيزي المشاهد، تعالوا مع بعضينا نبدا الفيديو. راح الدرس؟ الساعه 1. الساعه 1 دلوقتي، انت كده قالب من الدرس. هروح ولا راح فين؟ انت بتستأذن منها؟ دي مش ماما يا حبيبي، دي مذيعه عادي يعني. لو عايز تروح روح، ارمي المايك في وشها وروح الدرس. انت هتروح الدرس بعد ما نخلص تصوير. هسألك سؤال سهل يا استاذه. مستقبل تصوير مين؟ مستقبل بنقول صلي على النبي في قلبك، في مستقبل بيضيع. عايزه 4 حيوانات من كلمه قرنبيط. ازاي دي؟ مش عارف. عارف الحروف بتاعت الكلمه؟ قرنبيط. قرنبيط. انا مش عارف ايه الحل. عايز. لا مش عارف حاجه اصلا. مش عارف حاجه ليه؟ ازاي يعني مش عارف حاجه؟ مش عارف حاجه والله. يا ابني اتكلم. عارف كلمه قرنبيط؟ ما هي بتقول لك يعني كلمه قرنبيط، يعني كلمه اسمها قرنبيط. انت مش عارف يا حبيبي، اتكلم. قرنبيط الكلمه نفسها. مش عارف الحروف طيب؟ لا. ما انت ازاي رايح الدرس؟ انا لسه بادئ، لسه رايح. انت لسه مولود يعني؟ ده حديث الولاده ده ولا ايه؟ مش فاهم. ماشي. كلمه القرنبيط، عارف القرنبيط اللي احنا بناكله؟ استهج الحروف بتاعته. روناب. قرنبيط. رنباتي. يا فرحة ماما بيك يا حبيبي، يا فرحة بابا بيك اللي بيدفع فلوس عشان تتعلم يا بابا. غسيل مواعين بيصفي الذهن وبيهدي الأعصاب وبيخلق نوع من الراحة كده النفسية، مش للستات بس. لا دي كذب والله العظيم. ده انا مراتي كل ما تخش تغسل طبقين تبقى عايز تطلب الطلاق، فده كذب حضرتك بتقوليه، ده كذب. الرجالة كمان. فأنا من موقعي هذا بقول لكل راجل متوتر عنده مشاكل في الشغل، متعصب طول الوقت، خلقه ضيق، يدخل يغسل مواعين هيخف على طول. يعني انا متوتر والدنيا كلها جايه عليا وعندي مشاكل في الشغل، اسيب بقى كل دوت واروح اغسل المواعين عشان يروح التوتر. بسم الله ما شاء الله عليكي. يعني إيه كلامكم مفيد، يعني كلامكم مفيد جدا لدرجه ان انا هقلب الفيديو واتفرج على الفيديو اللي بعده. بدل ما تجيب لها ورد ب 170 جنيه هات لها الطقم ده من لمسه. كويس. عيد الحب قرب. هو عيد الحب في شهر كام؟ في شهر 2 ولا عيد الحب في شهر؟ مش مهم، بس عيد الحب قرب. ماشي. هات لها طقم ورده دايموند ب 170,000 بس، بسيط جدا. معلش اسمه طقم ايه؟ وب 170,000 جنيه بس؟ يا بلاش والله يا بلاش. هو فين الطقم ده؟ انا مش شايف حاجه في ايديها. التفاصيل بتاعته حلوه. قصدها على ماشي. يعني مثلا الورده الستونز اللي فيها كلها زفاير، وفروع الشجر كلها ستونز دايموند، وكل الستونز راوند. برده كمان الختم بتاعه الديزاين بتاعه حلو جدا. نيجي بقى للحلق علشان هو بجد خطير. الديزاين بتاعه مختلف تماما، واخد كده كل الودن وكل ده بس في لمسه ب 170,000 بس. والله انا نفسي اشتري، بس ما فهمتش ده ايه برضه. وانا طبعا مش هشتري حاجه انا ما فهمتهاش. يعني انا كان نفسي اشتري عادي 170,000 جنيه اجيبهم من تحت المخده دلوقتي، بس انا ما فهمتش ايه اللي حضرتك لابساه. يعني ده ذهب ولا الماظ ولا في ايه ده؟ ما هذا؟ فعشان كده مش هشتري. مقنع برضه. مقنع. بتعملي ايه يا ولاد؟ انت مصاحباها خطبانه متجوزاه مرافقاه وانتوا داخلين من باب الاسانسير الباب قفل فقام عمل لا اتفرجي تعملي ايه؟ يخلصوا. انت بتخاف؟ احنا هنعبط ولا ايه؟ هنعبط؟ هنهبل؟ ده هبل ده. هنهبل؟ ما تنشف ياك كده يا انشف يالا. في حد يعمل في حد يعمل كده؟ انشف. في 2000 وكام؟ 2000 وكام حضرتك؟ في 2024. يعني لو الباب قفل هيفتح تاني عشان في حاجه اسمها سنسور. افهم بقى، خليك متطور. احنا في 2024. لو الباب قفل يفتح تاني عشان في حاجه اسمها سنسور. يعني ما لا تعملش كده. يفتح، هو يقفل يفتح تاني في سنسور. انت جاهل؟ انت انت عاجبك حالك تلمي انت سنسور يعني جهاز حساس، فاهم؟ الجهاز هو اللي حساس، مش انت اللي حساس عشان تبقى عامل ياض يا توتو يالا. ياض يا اقول لك ايه؟ اقول عليك ايه بس وانت فيك كل العبر؟ تعمل لك ياض يا ابن استرجل. ممكن
تعمل مثلا ايه ده في ايه؟ الباب ده بايظ ولا ايه؟ مثلا. صح الباب لو قفل تعمل ايه ده في ايه؟ هو الباب ده بايظ؟ انا برضه يا استاذ كريم انا فاهمك، والله انا فاهمك، ربنا ما يكتبها على حد ان شاء الله وما يحصلش كده تاني. طبعا بما انكم عارفين ان انا بحب الاستاذه سوزي جدا، ودي حقيقه اقسم بالله انا يعني مش بحور، فانا بحب سوزي. قاعد على النت في امان الله لقيت سوزي منزله ستوري بتقول اول مره في حياتي كلها حد يجيب لي هديه، حد قريب مني كمان، ممكن يجي لي هديه من جمهوري، ناس بتحبني، جفتات معرفش مين بيجيبها في عيد ميلادي، ده العادي، اخر مره يجي لي هديه هتكمل معايا للاخر، مش مجرد حاجه هستعملها او هتكون ذكريات، والهديه الوحيده اللي هتكمل معايا خطوه بخطوه، هنعيش سوا، هتكون احن عليا من البشر فعلا، مبسوطه قوي بيها، مش اوفر ولا حاجه، وعلى فكره اقدر اجيبها لنفسي، بس لما تيجي من حد قريب مني وقت تعب وزعل، مجرد ما اقول نفسي فيها تيجي يبقى ليا الحق ان اقول مبسوطه. الهديه دي كانت كته هره يتبطه كوتي بتشربيها لبن؟ شربها لبن يا سوزي. طبعا في نفس الوقت ده يعني هي في نفس الوقت دوت من 6 ساعات برضو راحت منزله نفسيتي تعبانه جدا، مش قادره اني اطلع خالص ولا اتكلم ولا اطمن حد عليا، بتابع مع دكتور نفسيه، كل اللي محتاجاه ادعولي لاني متدمره نفسيا، مش هظهر خالص على السوشيال ميديا، نفسيتي واعصابي والضغط النفسي صعبه قوي، مش محتاجه سوشيال تاني في حياتي، ادعولي لان عمري ما اذيت على حد او كنت حد وحش في يوم من الايام، كنت مصدر ضحك ليكم مش اكتر. فاللي نفهمه ان القطه ديت معمول فيها عمل لا بجد. فانا بوجه لك رساله يا سوزي يا حبيبتي، ارجعي اعملي فيديوهات تاني، احنا بنحبك وبندعمك وهنقف معاكي، وانت اتظلمتي او انت ما كنتيش فاهمه لما عملتي الغلط دوت، فنضجتي دلوقتي وفهمتي وعرفتي ان دوت غلط، فمش عايزه تكرريه تاني، برافو عليك ان انت عارفه غلطك وبتعدلي منه، فيا ريت ترجعي يا سوزي، يا ريت ترجعي. انا عايز اشوف الواد اسمه ايه، مونلي منزل حاجه عن الموضوع دوت ولا لا؟ ادي الاكونت بتاعه، ايه ده؟ ايه يا مولي حبيبي؟ ايه يا بابا اللي انت عامله في نفسك ده يا بابا؟ ليه كده يا بابا؟ فرحان بالبوكسر البول اند بير يعني، ولا فرحان بسرتك ان هي اكبر من سرة كل المصريين ولا ايه؟ واحد هنا بيقول له خلاص عرفنا انك اشتريت بوكسر جديد، شكرا. انا برضه قلت كده يعني، انا برضه عارف ان هو بيعمل اعلان للبوكسر. يا جماعه هي نفسيتها وحشه قوي، والله يكون في عونها، ربنا يعدي الفتره ديت على خير، وباذن الله هترجع واحسن من الاول كمان، خليكوا انتوا بس في ظهرها وادعوا لها. قصده على العماره ولا قصده على مين؟ مش معقول يكون قصده على سوزي. ماشي يا معلم، ربنا يوفقها، وان شاء الله بندعي لها مولي، قول لها ترجع كده. خلاص الموضوع مفهوم، سوزي اعتزلت، بس هتتجوز هي ومولي قريب من الاخر عشان جاب لها هديه قطه، وقلب الانثى قطه، معروفه دي معروفه. بس عزيزي المشاهد، انا كده خلصت فيديو النهارده، اتمنى يكون الفيديو عجبك وخلاك تبتسم، ما تنساش مش هقولها. وبس كده انا خلصت فيديو النهارده، اشوفك في فيديو جديد اللي هو قريب ان شاء الله. سلام. بقى الامكانيات بدات اتعب وادور واعمل افكار جديده، دايما على طول بدور على اللي يفرح قلوبكم ويخلي الضحكه تنور الدنيا كلها. جيش الكابو دوسوا لايك.